اخويا ابن جهتي، اخوك محور، هتسندل معايا ولا هتبقى على البايظ؟ لا خلاص بقى فهمتك كده خلاص، انا قلت ان انت هتطلع على البايظ. لا ما هو اصل الصحاب في كل حته والرجاله خمسه سته. لا شخبط على الكلام. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. في زمن بقت فيه الرجوله هي السندله. اخويا معاه حوار، معاه مشكله، معاه خناقه، انزل بقى ومعايا سلاحي واضرب واخبط، وسلام لو لساني شغال اعرف اشتم لي كام شتيمه مركبه الشيطان نفسه ما يعرفش يقوله. يعني انت بعد ما بتخلص الشتيمه تلاقي شتم له اعوذ بالله من الانسان، ايه ده اللي حصل؟ انا ما كنتش اعرف الكلام ده جابه منين. ده غير بقى ان احنا لو بنشرب سيجاره ولا مخدرات مقضينها بنات وصحوبيات. ويا ريت الكلام ده على الولاد بس، ده الكلام ده على الولاد والبنات. لا ما تستغربوش، يعني اللي مستغرب ان انا بكلم البنات بنفس الحوار، لا يا حبيبي انت قديم، ده بقى البنات زي الولاد في الحوار دي خلاص. فتلاقي انه الله عز وجل الذي خلق الرجال والنساء قال لنا في القرآن الكريم ازاي نبقى رجالة صح. يعني ممكن تبقى ست والست دي فيها من صفات الرجولة، فست تزن عند الله عز وجل اكثر بكثير من كل الذكور لو هي مشيت على كلام الله عز وجل. فلو عايز تبقى راجل مش ذكر دي بناخدها في شهاده الميلاد ساعه ما بنتولد، راجل ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. لو عايزه ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ويرضى عنك ويجعل اجرك اكثر بكثير من الذكور اللي ما لهمش لازمه مش رجال. فتعالوا نتعرف على الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها فنمشي عليها ونعيش عليها فناخد الاجر العظيم. وقبل ما اقول لكم ايه الصفات ما تكملوش معايا بقى على الفاضي، تفاعلكم مع الفيديو من اوله بيزيد وصوله للناس. وطبعا من ساعه ما كلمنا عن اخواتنا وقال لنا من اللي ما يتسموش، فالخوارزميات بتاعت بقى الفيسبوك واليوتيوب وهكذا قللت التواصل. فساعدونا، تعليق لطيف، لايك لطيف، تشير الفيديو يوصل للناس وينفع باذن الله. والصفه الاولى التي وصفها الله عز وجل للرجال في القران، قال الله عز وجل: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فاول صفه ربنا سبحانه وتعالى وصف بها الرجال يحب ان يتطهروا. والتطهر هنا مش بس معناه التطهر من الحدث، مش بس اني اتوضى لما اجي اصلي او اغتسل لما يبقى في حدث اكبر، ولكن هنا التطهر العام، التطهر من كل حاجه لا ترضي الله عز وجل، التطهر من الافكار السيئه اللي ممكن تملى دماغي ويبقى نفسي فيها عشان انا نفسي فيها على عكس مرضات الله عز وجل، فاقدم رضا سبحانه وتعالى على هوايا فما افعلش الافكار السيئه دي ولا افكر فيها. يتطهروا من صحبه السوء واصدقاء السوء والناس اللي بتبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، يتطهروا من درس القول الحرام، يتطهروا من الظلم ومساعدة الظالمين، يتطهروا من كل قول أو فعل يغضب الله سبحانه وتعالى. فلو أنت من المطهرين فربنا سبحانه وتعالى يحبك وتبقى خدت صفات الرجولة. أما لو أنت من اللي بيحب الدنس أو متمسك بيه ومش بيحاول يتخلص منه، أنا آسف جدا، أنت ضيعت صفة من صفات الرجولة. أما بقى الصفة الثانية من صفات الرجولة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خد بالك بقى من الصفات دي مهمة جدا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا عم ما فيش حاجة أغلى من ربنا سبحانه وتعالى في حياتهم، ما ياكلش اللقمة إلا حلال، ما ياخدش الرزق إلا اللي يرضيه سبحانه وتعالى، ما يطلبش اللي عنده بحرام أبدا، وذكر الله عز وجل على طول في لسانه وقلبه، فلسانه ذاكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. شغال ما بيبطلش، وذكر الله عز وجل في قلبه، ففاكر ربنا ما بينساهوش في كل فعل أو قول. يا جماعة الإيمان ده حاجة رجالة حاجة صح. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يلي ما بتصليش أنا آسف جدا، ربنا سبحانه وتعالى قال انك مش راجل. سيبك بقى من العضلات والحركات والسكس باكس والحاجات دي كلها بياكلها الدود، سيبك بقى من جمالك ودلالك الكلام ده كله ولا له قيمه، والله العمر بياكله قبل ما الموت ياكله. لكن الرجاله ما فيش حاجه بتشغلهم عن اقام الصلاه، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. يا جماعه الصدقه والزكاه
زي ما قلنا قبل كده انها برهان على ايمان الانسان، ويزيد البرهان ده وقت ما تبقى الدنيا صعبة عليك انك تصدق وتزكي. فلما ما يهمكش انك تطلع من جيبك صدقة، وما يهمكش انك فلوسك هتنقص لانها مش هتنقص زي ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، او انك تزكي لان ده فرض ربنا سبحانه وتعالى اللي يرضيه عنك، فانت من الرجال. واسمع بقى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. عايشين في الدنيا عينيهم على الاخره. عارف لما تبقى بتعمل حاجة بس قلبك مشغول بحاجة، قاعد بتكتب حاجة بس بتفكر في حاجة تانية؟ هما كده بقى عايشين في الدنيا، بيطلبوا الرزق وبيروحوا وبيجوا وبيشتغلوا وبيبيعوا وبيتاجروا، كل ده بقى وعينيهم معلقة بالآخرة وقلوبهم معلقة بالآخرة. يبحث عن رضا الله عز وجل والجنة، فيذاكر عشان يبقى مسلم صالح يرضي ربنا سبحانه وتعالى فيروح الجنة. بيشتغل عشان يعف نفسه وينفق على الفقراء والمساكين فيدخل الجنة. بيتجوز عشان ينشئ أسرة صالحة ترضي ربنا سبحانه وتعالى فيدخل الجنة. مفيش حاجة بيعملها إلا هو عايز يدخل الجنة. اللي مركزيته ربنا سبحانه وتعالى هيوصل للجنة، اللي مركزيته النفس والهوى والشهوة ده باي باي، كل سنة وانت طيب، ما توصلش للجنة ومش هتبقى من الرجال. نيجي بقى للصفة الثالثة التي قالها الله عز وجل في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرجالة لما بتعاهد الله عز وجل على شيء بتعمله، بيصدق، ما بيبقاش كذاب. وايه اشهر عهد من عاهد بيه ربنا سبحانه وتعالى وبنرجع فيه كل مره؟ عهد التوبه والقرب، عهد التمسك باللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه والبعد عما نهى عنه، عهد نصره الاسلام والمسلمين والبعد عن الظلم والظالمين ومعاداه اعداء الدين. فنعاهد ونقع. فاحنا كده يا امير من الرجال ولا مش من الرجال؟ سؤال حلو، خلينا اجاوبك عليه. الراجل الحقيقي الحاجات دي كلها بتبقى في باله فبيعيش عليها وبيركز قوي انه ما يقعش، فيعاهد الله عز وجل على التوبه وانه يساند اخوانه وانه ويركز انه يفعل كده فعلا. وفي بعض الاحيان يقع لضعف، مش لاستسلام او لبيع انه خلاص القضيه مش تهمنيش في حاجه، بلا توبه بقى، بلا عوده، بلا مسلمين بلا ما مسلمينش، انا ماليش فيه. فان وقع لضعف استغفر وعاد. ده كده من الرجاله مهما وقع ومهما عاد. انما اللي مش من الرجاله الكذاب اللي عاهد ان يا رب هعمل وهعمل ويا دوبك مجرد ما دخل حس ان الموضوع ليه تمن. ده انا تعبت قوي في القصه بتاعتكم دي، لا يا عم سلام عليكم. اهو ده بقى مش من الرجال، كذاب، كذب ما عاهد الله عليه. فربنا يجعلنا من الرجال اللي يصدقوا. ونيجي بقى للصفه الرابعه. قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ربنا هنا وصف الرجل ده بأنه يسعى لدعوة الناس. يعني الراجل الحقيقي يسعى دائما في الحق ونصرة الحق. الراجل الحقيقي لا يقصر في دعوة الناس اللي حواليه للجنة. أيوة صحيح، دور كل واحد فينا أنه ينجو بنفسه، أنه هو شخصيا يبقى من أهل الجنة بإذن الله، ولكن أنت تنجو بنفسك وتترك اللي حواليك. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فاوعى تكون قاعد خامل ما بتسعاش ان انت تنصر الحق وتدعو الناس الى الخير والحق والدين وتاخد بايد الناس نخش الجنه باذن الله. وانت ودايره تاثيرك اللي ربنا من عليك بيها، من عليك ان انت تدعو اخواتك وابوك وامك، اهلا وسهلا. اداك شويه اصحاب كمان تقدر تشتغل عليهم، ماشي. اداك زوجه واولاد في المستقبل تقدر تربيهم وتاخد بايديهم وتدخلهم الجنه، يلا بينا. وسع لك اكتر من كده كمان بقى بكرمه سبحانه وتعالى وعطائه، اشتغل. ولكن اوعى تعيش طرف ساقيه، اوعى تعيش ATM كده رايح يجيب فلوس وخلاص. انسان لا يهمه ان هو شخصيا يخش الجنه او ان اهله واحبابه يخشوا الجنه. الاسلام زي ما بيدعوك للعمل الفردي والعباده الفرديه، بيدعوك لنشر فكره الاسلام ودعوه الناس عشان الاسلام ينتشر ويسود وده الخير يعم الدنيا كلها بيه. فده دور رجاله هيسعوا مش هيقعدوا. دي كانت بعض الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها الرجال. فيا رب اجعلنا من الرجال، ولعلنا يبقى لنا جزء بقى تاني وتالت ونشوف بقى في السنه كمان ايه الاوصاف اللي جت وهكذا. ولكن الى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. وقبل ما تمشوا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير، الدلع على خير كفاله، ومنشن بقى لاصحابكم. يلا بينا نبقى رجاله وربنا يقبلنا باذن الله. انا بحبكم في الله. اشوفكم الخميس الجاي باذن الله زي ما تعودنا، خلاص عندنا فيديو كل يوم خميس الساعه 8. جزاكم الله خيرا. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.